طول الوقت كنتِ بتعمليها غلط، والسر اللي ما حدش بيقوله عن هيبتِك وراحتِك النفسية، أنا هاقوله لِك النهارده. هاتي فنجان القهوة بتاعِك الجميل، وتعالي اقعدي جنبي وركزي معايا جدًا. لو حاسة إن حياتِك مكشوفة، أو إن الناس بتتدخل في قراراتِك وتطفي شغفِك، فالعيب مش فيهم، العيب إننا ما بنتعلمش إن الخصوصية قوة، وسند بيحمي راحة البال. عمرِك دخلتِ بيت حد ولقيتيه حاطط الدهب والفلوس بتاعته على ترابيزة الصالة برّه قدام كل الضيوف؟ لا طبعًا، حتى لو عارفين إن الضيف ده محترم وبيحبنا، الدهب مكانه الخزنة. أمال ليه بقى بنعمل عكس في أغلى حاجة بنملكها؟ ليه بنحط أهدافنا وعلاقاتنا ومشاكل بيتنا على ترابيزة برّه مكشوفة للي يسوى واللي ما يسواش؟ الموضوع أكبر بكتير من مجرد حسد، الموضوع متعلق بقوة الخصوصية. لما بتفرشي حياتك قدام الناس، انت كده بتنزعي القوة منك وبتديها لهم، بتديهم فرصة يقيموكي ويحكموا على قراراتك. ولو الناس دي مش سالكة، بتبقي اديتيهم المفتاح من نقطة ضعفك اللي يوجعوكي أو يستفزوكي بيها. ساعات لما بنبقى متضايقين من شريك الحياة، بنجري ونحكي لأهلنا ونصب المشكلة صب. الأهل بيحبوكي وهيتضايقوا عشانك ويشيلوا من الشخص ده، وبعد يومين انت بتهدي وبتتصالحوا وتعدي المشكلة. حماية سر بيتك وعلاقتك حتى عن الأقربين جزء أساسي من ذكاء الست الكوين. وللأسف الشديد مش كل الناس بتتمنالك الخير من قلبها، في ناس قليلة جدا هي اللي هتفرحلك بجد لما تسمع خبر حلو، ولما بتحكي خطتك وأهدافك بدري بتعرضي نفسك لطاقة تشتت وكلام بيكسر مقاديفك قبل ما تبتدي. ابني خطتك في السر وسيبيهم يشوفوا النتيجة الحلوة بس. عايزة اقولك اللي بنشوفه على السوشيال ميديا 24 ساعة بيحول حياتك انها تبقى مكشوفة او ملكية عامة للناس. انتي بتديهم اذن تصريح يحكموا على لبسك، بيتك، قراراتك، وحتى طريقة تربيتك لولادك. ليه تعزمي الكم ده كله من الناس جوه بيتك وحياتك الخاصة؟ انتي عارفة السر في الست اللي ليها هبة وكاريزما؟ الغموض. كل لما كلامك عن تفاصيل حياتك يقل، كل ما هيبتك بتزيد وتكبر في عين اللي قدامك. خيال الناس دايما بيملى الفراغات بانك في مكانة عالية جدا وممتازة طالما مش بتهري ولا بتحكي كتير. الكلام الكتير بينزل من قيمة المعلومة ومن هيبتك. لما تكوني قاعدة في قاعدة وتلاقي نفسك عايزة تحكي حاجة شخصية، اسألي نفسك فورا، أنا بحكي ده ليه دلوقتي؟ هل في فايدة حقيقية؟ لو لقيتي مفيش سبب واضح، اسكتي فورا ووفري طاقتك لنفسك. ولما حد يسألك سؤال فضولي عايز يعرف تفاصيل حياتك أو قراراتك، اتعلمي الدبلوماسية الراقية. ردي بجمل عامة هادية، الحمد لله الأمور ماشية بخير، ربنا كريم وميسر. اتكلمي في العموم من غير ما تدي أرقام، تواريخ أو تفاصيل. لازم تعرفي ان سلامك النفسي وروقانك بيبدأ من اللحظة لما بتقرري انك مش محتاجة تثبتي حاجة لحد. الست الواثقة من نفسها مش محتاجة تحكي انجازاتها عشان الناس تقول برافو، هي شبعانة ومرتاحة من جوه وعارفة قيمة اللي بتعمله. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. القاعدة دي مش مجرد مثل، دي طريقة حياة. الكتمان بيبارك في الخطوة ويديها مساحتها تتنفس وتكبر في هدوء من غير شوشرة ولا مقارنات تضعف شغفك. وخليكي بشوشة لطيفة وطيبة مع كل الناس، بس من ورا حدود زجاجية راقية. الناس شايفاكي بتسلمي وتضحكي ومزاجك رايق، بس محدش عارف أوراقك ولا ايه اللي بيحصل جوا بيتك وعقلك. واحتفظي بالأشخاص النادرة اللي بتفرحلك من قلبها بجد، ودول عادة بيكونوا 1 أو 2 بالكتير في حياتك. باقي الناس خليهم في دايرة المعارف السطحية اللطيفة اللي مفيهاش أسرار. ومن أهم جوانب الخصوصية اللي كتير بنغفل عنها هي أولادنا وعيلتنا. بلاش تحكي عن درجات أولادك، مشاكلهم النفسية أو أخطائهم قدام القرايب والأصحاب. حماية خصوصية بيتك الصغير بتبني عندهم ثقة بنفسهم من صغرهم،
وبتحميهم من نظرات المقارنة الشديدة اللي ملهاش لازمة. وفي الشغل الخصوصية هي سلاحك للحفاظ على مكانتك ونجاحك. بلاش تشاركي زمايلك في العمل خططك المهنية الجاية، أو تدخلي في رغي عن حياتك الشخصية مع حد. خليكي دايما احترافية بشوشة ومركزة في أهدافك، وده هيديكي هبة كبيرة جدا، وهيحميكي من القيل والقال في المكان. وطبعا أكبر اختبار لحماية الخصوصية بيحصل وانتي زعلانة أو منفعلة. بلاش تجري تنزلي ستوريهات غامضة فيها عتاب على السوشيال ميديا، وبلاش تفرغي غضبك قدام المعارف. الصمت وقت الانفعال بيحفظ كرامتك وهيبتك، وبيخليكي تاخدي قراراتك بهدوء وبمنتهى الشياكة لما تهدي. وأحلى إحساس هتوصليله لما تطبقي مبدأ الخصوصية هي الحرية الحقيقية. لما محدش بيبقى عارف خطواتك الجاية، بيبقى عندك كمال الحرية انك تعدليها، تغيري اتجاهك، او تبدأي من جديد من غير ما تخافي من تقييم الناس او فضولهم. وبكده بتكسبي راحتك وسكينة روحك للأبد. ولو حسيتي انك في الفترة اللي فاتت كنتي بتشاركي الناس زيادة عن اللزوم، مش مشكلة. ابدأي من النهاردة، لمي أوراقك وقفلي الخزنة بابتسامة وهدوء، وشوفي ازاي معاملة الناس وهبتك هتتغير 180 درجة. وافتكري دايما ان الخصوصية حماية وراحة بال، وانك تستاهلي تعيشي ببال مرتاح وبيتك هادي. وابدأي طبقي مبدأ قوة الخصوصية من النهاردة. وما تنسيش تدعميني وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وتبعتي الفيديو ده لأكتر صاحبة بتحبيها، عشان تعيشوا قوة الخصوصية دي سوا. سلام.